عيون السائق. شاهد الطريق كما يراه السائق. ليست كل الطرق التي نسلكها معبدة ومريحة، فهناك طرق ترابية يمر بها آلاف السائقين يوميا، سواء للوصول إلى القرى أو المزارع أو المناطق الجبلية أو حتى أثناء السفر والاستكشاف. ورغم أنها قد تبدو سهلة للوهلة الأولى، فإنها تخفي تحديات قد تؤدي إلى انزلاق المركبة أو تلف الإطارات أو حتى فقدان السيطرة في لحظة واحدة. في هذه الحلقة من عيون السائق سنرافقكم في جولة على طريق ترابية حقيقية، وسنتعرف على أهم القواعد والنصائح التي يجب على كل سائق معرفتها قبل خوض هذا النوع من الطرق، حتى تكون رحلتكم أكثر أماناً وأقل تكلفة. القيادة في الطرق الترابية مهارة لا يتقنها الجميع. الطرق الترابية تختلف تماماً عن الطرق المعبدة، فهي تتغير باستمرار بفعل الأمطار والرياح ومرور المركبات، وقد تتحول خلال ساعات من طريق سهلة إلى طريق مليئة بالحفر أو الرمال أو الصخور. ولهذا فإن أول قاعدة هي عدم الاستهانة بالطريق مهما بدا سهلا. أولا، خفف السرعة. السرعة الزائدة على الطريق الترابية لا تقلل مدة الرحلة كثيرا، لكنها تزيد بشكل كبير من احتمال فقدان السيطرة على السيارة، خاصة عند المنعطفات أو فوق الحصى. كلما كانت السرعة معتدلة كان لديك وقت أكبر لاتخاذ القرار الصحيح. ثانيا، اقرأ الطريق بعينيك. السائق المحترف لا ينظر فقط أمام مقدمة السيارة، بل يراقب الطريق لمسافة أبعد. ابحث دائما عن الحفر، الأحجار الكبيرة، الرمال الناعمة، آثار السيول، المنحدرات. ثالثا، لا تمر فوق أي حفرة بسرعة. بعض الحفر تبدو صغيرة لكنها عميقة. مرورها بسرعة قد يؤدي إلى انفجار الإطار، اعوجاج الجنطة، تلف نظام التعليق، اختلال توازن السيارة. رابعا، أمسك المقود جيدا. في الطرق الترابية قد ترتطم العجلات بالأحجار فتتحرك عجلة القيادة فجأة، لذلك أمسك المقود بكلتا اليدين. تجنب الحركات المفاجئة. خامسا، لا تفرمل بعنف. إذا انزلقت السيارة فوق الحصى أو الرمال، ارفع قدمك عن دواسة الوقود. خفف السرعة تدريجيا. وجه السيارة نحو المسار الصحيح. تجنب الضغط القوي على الفرامل. سادسا، انتبه للغبار. قد يحجب الغبار الرؤية تماما. إذا كنت خلف مركبة أخرى، اترك مسافة أمان كبيرة، لا تتجاوز إلا عندما تكون الرؤية واضحة. سابعا، احذر بعد الأمطار. الطريق الترابية بعد المطر قد تتحول إلى طين زلق يصعب الخروج منه. إذا شعرت أن السيارة بدأت تغوص، لا تضغط بقوة على الوقود. حاول الخروج بهدوء، وإذا لزم الأمر توقف وقيم الوضع قبل المتابعة. ثامنا، افحص سيارتك بعد انتهاء الرحلة. بعد السير في طريق ترابية يفضل تنظيف السيارة من الغبار، فحص الإطارات، التأكد من عدم وجود تسربات، تنظيف فلتر الهواء إذا كان متسخا، التأكد من سلامة نظام التعليق. وفي الأخير فإن القيادة في الطرق الترابية ليست اختبارا للشجاعة، بل اختبار للحكمة وحسن التقدير. السائق الماهر ليس من يقود بسرعة، وإنما من يعرف كيف يتعامل مع الطريق مهما كانت ظروفها. إذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا دعم قناة عيون السائق بالإعجاب والاشتراك، وشاركوا الحلقة مع كل من يقود في الطرق القروية أو الجبلية، فربما تكون هذه النصائح سببا في تجنب حادث أو عطل مكلف. وفي الحلقة القادمة سنواصل تقديم تجارب ونصائح عملية تجعل من كل رحلة أكثر أمانا ومتعة.